الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل جاتو شاتو الكراميل. المقادير بتاعتي: كوباية لبن، كوباية سكر، كوباية إلا ربع زيت، بيضتين فانيليا، باكيت كريم كراميل. دي المقادير بتاعتي اللي هنستخدمها، والصوص طبعا بتاع الكريم كراميل اللي هنستخدمه في الآخر. معايا بقى المقادير بتاعتي: معانا شفشق الخلاط، هننزل بيه كوباية السكر وكوباية اللبن وكوباية الزيت وباكيت الكريم كراميل اللي هنضربهم كده على بعض في الخلاط. وهنضيف معلقتين لبن بودرة. بعد ما ضربت الخليط بتاعي بقى بالقوام ده، لازم يكون القوام بتاعي تقيل بالشكل ده. هناخد منه كوباية ونشيلها على رف التلاجة. انا كده اخدت كوباية من الكراميل اللي احنا عملناه وشلتها على رف التلاجة. معايا بولة بقى كده علشان انزل بكوباية ونص دقيق. انا نخلاه مرة فلازم انخله كمان مرة. ومعايا بيكنج باودر، معايا كيس برضو نخلته كده. ضفت المواد الجافة ورشة ملح. الملح بيظبط معايا مع السكر، بيظبط الطعم معايا. ومعايا بقى الخليط كده بعد ما ضفت عليه البيضتين وضربته كده في الخلاط. يعني انا ضربت الخليط الاول من غير البيض، وبعد كده اخدت كوبايه وبعدين ضفت البيضتين والفانيليا وضربتهم وصبيت كده الخليط السائل كده على المواد الجافه اللي هي الدقيق، كوبايه ونص. معايا البايركس بقى والصينيه اللي هعمل فيها الجاتو شاتو بتاعي كده، دهنتها سمنه وبدرتها بدقيق، ونزلت طبعا بالخليط بتاعي كده في قلب الصينيه. ومعايا الفرن، انا دايما وانا بشتغل في الكيكه على رف اوسط على درجه حراره 180. طبعا مشغله الفرن من تحت بس. وده الكيكه بعد ما دخلت الفرن نص ساعه وريحتها بقت ماليه البيت، وطلعت معايا بالقوام والجمال والحلاوه دي. شايفين شكلها؟ حاجه كده وهم تحفه. شكل الكيكه يعني كوبايه ونص بالشكل ده. جبت بقى خله وعملت كده فيها ثقوب كده، وسقيتها كوبايه لبن. لازم اسيبها تبرد تهدى خالص وبسقيها كوبايه اللبن. الكيكه بتشرب اللبن بتاعي، ما تقلقيش من كوبايه اللبن اللي انت هتضيفيها، بس تكون الكيكه بردت، تكون بارده. وبعد بقى ما شربت، جبت الكوبايات اللي احنا الكراميل اللي احنا شيلناها في اتعرف في التلاجة من الاول، ونزلت كده عليها على وش الكيكه بتاعتي. والصوص عملت بيه خطوط كده، وعملت بالخله بقى كده، وطلعت معايا بالشكل الجمالي ده. حاجه كده تحفه 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 تحفه، خطيره والله، وطعمها تحفه. جاتو شاتو الكراميل. شايفين الكيكه بتاعتي؟ حاجه كده وهم، وطعمها فوق الخطير. باي باي.